احمد عبد القادر انت كزملكاوي شايف ان كورته حلوه وتناسب الزمالك، وسمعنا الكلام ده من ناس فنانين كتير جدا في الزمالك، والراجل حريف وانتوا بتحبوا الكره الحلوه. ده حقيقي. مش فارق معاك البطولات، انت عايز تلعب. لا فارقه معايا البطولات طبعا، هيفرق لكن انا معاك بحب يعني؟ الكره الحلوه يعني. طيب هنتكلم في البطولات دلوقتي. عبد القادر يضيف لك؟ عبد القادر يضيف طبعا يعني. انا شايف كمان ان الزمالك زي ما الزمالك محتاج لعيب زي عبد القادر، عبد القادر محتاج الزمالك اكتر من ان الزمالك يبقى محتاج. يعني انت محتاج عبد القادر؟ هو عبد القادر حاليا طبعا عبد القادر لعيب كبير قوي، حتى في كاس العالم للانديه اخر كاس عالم لعبه مع الاهلي. انت ليه ما دخلتش تقدم عرض مباشر للنادي الاهلي وتشتريه؟ ما الاهلي فتح لك الباب ده على فكره. الاهلي ده كله كلام اللي هو بس كده، لكن ايه اللي كلام؟ طب ما تقدم وتحرجه. لا ما تقدم وتحرجه. عمرها ما هتحصل. كان ممكن تحصل في حاله واحده. هو الراجل طلع بمليون دولار، ما تقول له ادفع $1,000,000 واخده. انتقال مباشر. الاهلي عنده استعداد يدفع من جيبه لو لعيب اصلا مميز مش بيلعب في الاهلي عشان ما يروحش الزمالك. هروح انا هيديني لعيب من عنده. بس هو المره دي طب ما تجرب. هو المره دي اتكلم وقال لك قدم لي عرض مباشر، ما تقدم له. ما حدش اتكلم بصفه رسميه يعني، ما حدش اتكلم بصفه رسميه. ولو الزمالك نفترض ان ده حصل والزمالك قدم عرض والعرض اترفض، هتبقى دي حاجه تقل من الزمالك. بالعكس ايه المشكله؟ طب ما اي حد بيقدم عرض وبيترفض ويتقبل. ايه صعب. عمرك ما هتلاقي مثلا ريال مدريد بيقدم عرض لبرشلونه عشان ياخد منها لعيب او العكس. مستحيل بيحصل يعني. على الاقل في الدوري الانجليزي. مستحيل بيحصل في الدوري. لا في الدوري الانجليزي الموضوع مختلف، لان انت عندك مثلا حوالي 10 فرق كلهم سوبر يعني، فممكن يحصل يعني انتقالات. يعني قدمت لك عرض واترفض فانا النهارده قللت من قيمتي؟ ايه الكلام ده؟ لا لان انت بالنسبه لك الاهلي والزمالك دول يعني الاثنين منافسين لبعض، فحته ان انا اجي انا طبيعي ان انا مش عايز اقوي الفريق المنافس. انا عارف ان انا بسيب له لاعب مميز. الاحراج هنا هيكون على النادي الاهلي مش على نادي الزمالك، لان انت اللي قلت قدم لي عرض ولا قدمت لك عرض. لا هو ما شفتش حد اصلا يعني، ما شفتش خبر او حد مسؤول في الاهلي طلع قال قدم لي عرض للزمالك. وعلى فكره عبد القادر واضح جدا مع مجلس اداره الاهلي ان هو بالطريقه اللي هو بيتعامل بيها معاهم، اللي هو انا عايز اروح الزمالك. على الاقل انا بتعامل مع لعيب صادق، مش لعيب لغايه. طب ما تكسب لعيب كان عايز يلعب معايا نهائي كاس مصر وانا مواصحه وانا بحتفل بكاس مصر الاقيه اهلي بيقدموا. انت متخيل حضرتك انا بكلمك في ايه؟ موضوع ازاز صعب عليهم. انا بكلمك في لعيب راح السفاره عشان يطلع التاشيره وراجع عايز يتمرن عندي ويلعب معايا نهائي كاس مصر ويكسبني. انا رايح مصر واجي دلوقتي احتفل، انا بحتفل بكاس مصر واصحى من النوم الاقي الاهلي بيقدموا. انت متخيل كان زيزو عايز يعمل ايه في جمهور الزمالك؟ يعني حضرتك متخيل الموضوع؟